هلا والله معاكم داري. كريس المتحول اللي بفريق مستر بيست طلع شخص حرفيا اقل شيء ممكن تقول عنه انه خطير على المجتمع، ولكن مع هيك اليوم هو اسعد من يوم زواجي. لا يعني اوكي مو لهي الدرجه، ولكن حرفيا اليوم واحد من اجمل ايام حياتي حرفيا. اول شيء المقطع اللي فات تفجر حرفيا، نمت فقت لقيت المقطع متفجر. يعطيكم الف عافيه على الدعم الجبار. والشيء الثاني انه هذا المتحول انطرد، اخيرا انطرد من اكبر قناه بالعالم، حرفيا اكثر قناه ممكن تاثر على الاطفال بالعالم انطرد المتحول اللي فيها. شو بدي احسن من هيك؟ ولكن اليوم نحكي بالضبط عن سبب طرد كريس المتحول وليش انطرد. يعني بحكي القصه كامله وبحاول اني اجلد هذا الحيوان. وعلى فكره مستر بيس ما له طالع من الموضوع، بس حرفيا قبل ما ابدا المقطع اوه ماي جاد نمت، كان عندي يمكن 100 مشاهده وهيك شيء. صحيت ثاني يوم اكثر من 5000 مشاهد و500 لايك. حرفيا اول ما صحيت فكرت حالي عم بحلم وقلت خليني ارجع انام، بس لما رجعت صحيت اكتشفت انه هذا هو الواقع. يس انا مشهور الان، يا سلام. ايه يا شباب والله الشهره صعبه يعني بصراحه. بس والله عن جد شكرا من القلب. حرفيا التعليقات اللي كتبتوها والدعم اللي جاني عن جد شكرا كتير لكم، والله يسعدكم مثل ما اسعدتموني. وطبعا مثل ما لاحظتوا اسم اللعبه راح اصير اكتبه بدايه المقطع عشان تعرفوا شو هي اللعبه. والان خلينا نجلد الكلب كريس او كريسا او كريستينا، والله ماني عارف شو بدي اسميه. اليوم لكم حريه التعبير، عبروا كيف ما بدكم على هذا الحيوان. المهم عرفتوا الدلوع الحمار اللي فريق مستر بيست؟ نزلت عنه مقطع من قبل وانحذف المقطع، ما بعرف ليش اليوتيوب تحسس شوي منه، وحكيت شوي كيف انه هذا الشخص تحول وكيف انه بيأثر هذا الموضوع على كثير من الاطفال حول العالم كونه مستر بيست صاحب اكبر قناه بالعالم. وطبعا حكيت فيه كيف انه مستر بيست دافع عنه لهذا المتحول. ولكن اليوم واخيرا هذا المتحول الكلب انطرد. يا الله ما اجمل حياتي. حرفيا هاي الفتره هي واحده من اجمل لحظات حياتي. المهم انه السبب اللي خلاه ينطرد هو جريمه تحرش بالاطفال. يب حرفيا، وفي دلائل على الموضوع. حرفيا طلعت عليه محادثات بينه وبين اطفال. يمكن تحكي لي انه كان عم يحكي معن عشان يعطينا سكنات فورتنايت ببلاش ويعطينا جوالات اكواد ماينكرافت، بس حرفيا المحادثات اللي انتشرت كانت بلس 18. كان قاعد عم بيوعد فيها هدول الاطفال، وطبعا اهالي الاطفال رفعوا عليه قضيه، والان يعني الموضوع صار بالمحاكم. الانسان خلص انتهى، تدهور حرفيا. ومستر بيس ما له طالع من الموضوع. وركز معي كتير منيح انه كان عم بيحكي مع اطفال، وهذا دليل على انه مريض نفسيا. يعني انت حتى كريس او كريستينا ما بعرف شو بدي اسميك، عندك طفل، يعني انت عندك طفل، فليش لحتى تسوي هيك؟ ماني فاهم. بس لا عتب على مريض الوان. حرفيا الرجال ترك ابنه بدون اب، يعني شو متوقعين منه؟ عادي يعني. المهم انه بعد ما فضح شو بتتوقعوا سوى؟ هل طلع واعتذر؟ اكيد لا. طيب هل طلع واعترف بالشيء اللي سواه؟ اكيد لا. طب هل طلع ونكر الشيء اللي سواه؟ كمان لا. لانه حرفيا طلع ونزل تغريده وكتب فيها انا الان غادرت فريق مستر بيس وراح احاول اركز على صحتي النفسيه وعائلتي. لقيت انت عندك عائله اصلا؟ يعني كيف عائلتي؟ كيف؟ حرفيا مجرد انه ابنك ما عنده اب بيشرح كل شيء. حرفيا صار لازم يجيب دورك تدور معانا، لازم اجيب دوره وبار تيوب خلينا ندوروا معانا على عائله هذا الحمار. حرفيا طبعا في محادثه اكبر وافظع من هاي بكتير. محادثه انتشرت لكريس كان بيحاول فيها يحكي مع طفل بيحاول يعني يتحرش فيه، وخلال المحادثه طلب منه صوره. تمام، صوره عاديه جدا بريئه، صوره لوجه هذا الطفل بس، ممكن تشوف الموضوع طبيعي جدا. ولكن هذا المريض راح لعند رسام وخلى الرسام يرسم هذا الطفل بوضعيات مخله، وحرفيا بعدين سحب الصوره وعلقها عنده على الجدار، علقها عنده بالغرفه عادي. وطبعا الرسمه مستر بيس 100% شافها، الرسمه 100% مستر بيس شافها لانه كان عنده بالغرفه. وطبعا هذا الشيء اللي خلى الناس تهجم على مستر بيس، انه انت بتعرف هذا صاحبك وبتعرف الاشياء اللي كان عم بيسويها وكنت عم تغطي عليه، او ممكن انك تكون متشارك معاه بالجريمه. وهذا الشيء اللي خلى مستر بيس ما يطلع من الموضوع بسهوله. هاي المره حرفيا هاي المره اصعب واخطر من كل مره. يا اخي سبحان الله، نيكس جزيره ابستين بدوا يطلعوا واحد حرفيا، بدوا بالدور يطلعوا. طبعا مستر بيس طلع بتغريده بعدها وحاول يرقع الموضوع شوي هيك، حكى لك انه والله انا متقزز من الاشياء اللي عم بيسويها كريس. متقزز كيف يا حبيبي؟ هذا الكلام ما عاد ينفع، خلاص ما عاد ينفع تحكي لي متقزز وما متقزز. خلاص وقت الندم ما عاد له لزوم. حرفيا انت حاليا متورط معاه، يعني ما في شيء تقول لي انا مالي علاقه وتطلع من الموضوع كانه ما في اي شيء. طبعا بعد مستر بيس طلع وحكى انه راح يطرد كريس من الفريق، بس خلص بعد شو ما عاد في مزح يا حبيبي، انت متورط معاه الان. وطبعا الاجانب معطوبين، في منهم طلعوا صار يدافعوا على كريس، وفي منهم طلع ووضح الموضوع بالكامل للناس. وانا ماني فهمان اللي طلع ودافع عن كريس بشو عم بفكر، كيف تطلع تدافع عنه؟ والله مستر بيس هذا غبي حرفيا. يعني من اول ما تحول المفروض تعرف انه في شيء غلط وتحاول تطلعه برا الفريق بشويش وبدون ما حدا ينتبه. على العموم هذا كان
مقطع اليوم حرفيا حبيت أشارك معكم الفرحة التي تغمرني، حرفيا فرحة ما في إلها مثيل، سواء من الإنجازات اللي سويناها بآخر مقطع أو من طرد هذا المتحول من أكبر قناة بالعالم. لأنه حرفيا في كثير عرب بتتابع هاي القناة وممكن أطفال يتأثروا بالشيء اللي عم يشوفوه. صح، قبل ما انهي المقطع، هاي أجمل تعليقات من آخر مقطع. قبل ما انهي المقطع مثل ما تعودنا، هي أجمل تعليقات من المقطع اللي فات. ولا تفكروا إني ما بقرأ تعليقاتكم، بالعكس بقرأ كل التعليقات. يمكن ما أقدر إني أرد على كل التعليقات ولكن بقراها كلياتها. فمشان هيك انزل تحت واكتب لي كومنت جميل مثلك، لأنه هذا الشيء حرفيا بيساعد المقطع إنه ينتشر أكثر وأكثر. وحط لايك لو ما كنت حاط لايك، ولا تنسى تشترك بالقناة. حرفيا حلم 10,000 مشترك قبل نهاية الصيف صار ممكن، يعني حرفيا من قبل كان مستحيل ولكن الآن صار ممكن. ما ضللنا غير 500 مشترك أو هيك شيء تقريبا. فانزل واشترك بالقناة، خلينا نوصل 10,000 مشترك خلال هذا الصيف. بس كان معكم داي وبيس. نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا.